السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الخامس عشر من قناتكم انفورماتيك تيست للمعلومات. اليوم سنتعرف كيفية عمل خانة للبحث. وهذه الخانة يمكنكم من حفظ الكلمات التي سبق وأن كتبتموها. كيفية عمل ذلك؟ سندخل هنا ثم أستعمل. وهنا كاين بزاف ديال لي تيب منهم نمبر تكست. حنا غنخدمو الان بسيرش. ثم هنا توا ايدي الايدي كيكون يونيك. مثلا اكتب او ايا كان. ثم هنا فقط ثم نضيف مثلا هنا بليس هولدر مثلا search. ثم ادخل الى الصفحة، انتظر ان تفتح. كما نلاحظ هذه هي الخانة. هذه الكلمات سبق او كتبتها انا. مثلا اكتب كازا بلانك. المرة القادمة عندما سأدخل فقط سأكتب سيت، سيتم إظهار كازابلانكا. مثلا عندما نضغط لا يطلع أي شيء. مثلا أكادير مثلا، ثم أوكي. المرة القادمة ثم يعطيك. هذه هي الخاصية ديال السيرش. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال إعجابكم. إلى الفيديو القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.